إيوا أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين الكتب اللي ما شاء الله يمكن الإنسان يلقاها في المكتبات وعند بائعي الكتب القديمة والنوادر اللي كثيرا ما يتسابق المهتمين بالكتاب والنوادر والمخطوطات. كاين هذا الكتاب هذا ديال أندري باكار، هذا الفرنسي اللي كان ارشيتكت ديال لانتيريور في عهد المرحوم الحسن الثاني، وكان هو الارشيتكت ديال القصور الملكية، واللي ألف واحد الكتاب مهم اللي ما شاء الله هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. هذا الجزء الكتب ما شاء الله كتب مهمة وتعتبر من نوادر النوادر، لأن خرجت منها نسخة واحدة، طبعة واحدة، وما عمره ما تجدد، وربما كان كيتباع بواحد الثمن جد معقول من الإصدار، ولكني حاليا وصل سعره في الأسواق إلى ما يقارب 1000 أورو للجزئين. فهذا الجزء الأول كما كتشوفوا غادي نحاولوا نصفحوه بطريقة سريعة باش تشوفوا معايا هاد الكنز اللي كيعطي معلومات مهمة عن الهندسة المعمارية. كما كتشوفوا هنايا وكتقراو le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture. Voilà. ما شاء الله. أندري باكار هو المهندس اللي بنى دار المغرب، اللي كتعتبر واحد الإقامة جامعية اللي تبنت في عام 1953 وتجدد بنائها في عام 1982 بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد آنذاك جلالة الملك محمد السادس حاليا، حفظه الله ورعاه. وكما تلاحظون أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا لمدارس الهندسة المعمارية في مختلف أنحاء العالم. حقيقة أن المغرب ما شاء الله الهندسة ديالو، وربما قد تكون جميع الأسر الملكية التي حكمت المملكة المغربية ابتداء من الأدارسة مرورا بالمرابطين والموحدين جعلوا من المغرب دولة سياحية بامتياز، وذلك نظرا لآثارها ومعالمها. فما شاء الله صومعة حسان وصومعة الكتبية وصومعة الخيرالدة بإشبيلية 3 صوامع ومآذن بنيت في عهد يعقوب المنصور الذهبي. ولماذا الذهبي؟ لأن في عهده كانت القطع النقدية من الذهب الخالص، مربعة الشاك ومستديرة الشاك. هناك تشوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله توفي صاحب هذا القبر. نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه والله أعلم إلى مسجد قرطبة. وأنا دابا كنتصفح هذا، لا أخفي عليكم بأن هذا الكتاب هذا موجود PDF، ولكن مع الأسف الشديد ما كاينش الورقة كاملة، كاين غير واحد 60% أو 70% ديال الصفحة. فهمتوا؟ Les concepts, habitation, lieu de prière, les tracés régulateurs, la calligraphie. حقيقة أن la calligraphie وهو الخط، والخطاطون المغاربة ما شاء الله كثيرا ما حصلوا على عدة جوائز عالمية. فالخط المغربي المجوهر لا مدينة، هادو الأبواب ديال المدن العتيقة في فاس وفي مراكش وفي تطوان. هذه ساقية النجارين، هذه كاينة طابع بريدي كنخرج في البريد المغرب.
وشحال واحد مرة واحد السيد كان وصاني على هذا الكتاب هذا، قال لي انا نقدر نخلص فيه حتى 400 اورو اذا كان باقي الجودة ديالو ممتازة، ولكني الحمد لله وفقني الله وحصلت له على نسخة اقل من 200 اورو، وهذا من فضل الله. وهادو واحد النسخة ان شاء الله سهل لي ربي فيها حتى انا، لانني كنت طلبت منه يخلي لي شي واحد نطلع عليه، وكان ماشي يجي هو من واحد المدينة اللي ساكن فيها عندنا، من المدينة اللي كنت انا فيها في تطوان. ايوا واعتذر وقال لي انا نصيفطو لك بي دي اف. صيفط لي بي دي اف، ما كايناش الا باس كامله، كاينه غير ما بين 60 و 70% الصفحه. ايوا ماشي مشكل، الحمد لله. اتمنى ان اكون على حسن الظن. طلبتي لي واحد الحاجه، قلت لك ان شاء الله الرحمن الرحيم سيدي ربي ما غيخيبنا في الامل، وفعلا وجدناها وحصلنا عليها. وشحال من واحد دابا كيقول لي ولا الكتاب هو كاين باللغه الفرنسيه، وكاين كذلك باللغه العربيه، وكذلك باللغه الانجليزيه. المدارس، المدرسه البنانيه والمدرسه، كاين بزاف ديال المدارس هنايا كيتكلموا على الزليج لان تقنيه الزليج واحد التقنيه ليست سهله، ماشي اي واحد كيمكن له يكون زليشي. شوفوا انتم هذا سيدي الجزء الاول. ذاك النهار لقيت واحد الجزء الثاني كيتباع بوحدو، ولكني ما كانش فيه هادشي ديال الزليج. دابا بما ان حنايا هنايا في الزليج، انا غادي نحاول نفيد واحد الانسان اللي تعرفت عليه مؤخرا بمدينه تطوان، وعنده واحد المتحف في المدينه العتيقه مع سيدي حنصل في الحومه المطامار والحومه تطوان العتيقه. فما شاء الله قال لي العدد اللي كيتكلم على الزليج اذا كان خذوا لي. ايوا انتم كتشوفوا راه، ويمكن من دابا شي ايام قليله غادي يتصنف الزليج ديال تطوان عند المنظمه العالميه اليونسكو بانه تراث عالمي. ايوا هذا الشيء مفخرا لساكنه تطوان، وما ادراك ما تطوان. وهذا العبد الضعيف ربما كتعرفوني من خلال الصوت، عبد الكريم بن زكور كان احد قائد بمدينه تطوان، وهو اللي عمل واحد السقايه ديال الماء في الوسعه في الوقت اللي كان الماء الشروب ماشي في متناول جميع السكان في المدينه القديمه. وديك المسجد هذاك سمي بأبي العباس السبتي الذي ولد بمدينة سبتة السليبة، ودفن بمدينة مراكش حيث توجد مقبرة 7 رجال. ايوا سمحوا لي غنطول عليكم، ولكني الكتاب ما شاء الله تحفة مهمة. ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هانتوما ايوا اسمح لي الاخ، زعما اذا كنت ما بغيتيش تسلفوا لي باش نطلع عليه، انا الحمد لله سيدي ربي جاب لي النسخه ديالي اليوم حتى ليدي، هذا من فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم. شحال كان الانسان كيبني واحد الدار في مدينه قديمه، حين كيبغي يعمل الزليج كيعطيو المفتاح النص الزليجي، كيبقى عامين 30 4 سنين حتى كينساو بان عندهم واحد الدار كتبنى اولا كتوجد اولا كتهيأ. ويمكن الذكاء الاصطناعي اليوم ماشي يكون عطا واحد التسهيلات لهذا الشيء هذا. اذا العدد الاول
بلا ما نذكر اسمك، هو اللي العدد الاول هو اللي فيه الزليج، هو اللي غيصلح لك. ولكني انا كنقول لك دابا ماشي مشكل. هذا مرجع مهم للناس اللي كيهتموا بالزليج وبالهندسه المعماريه المغربيه منذ بدايه التاريخ. ودابا الناس كيقتبسوا من هاد الشيء هذا باش كيعملوا الرخام والزليج كيشابه هاد الالوان هادي بهاد التصاميم. وهذا الشيء كامل كتلقاه كاينه دراسه تحليليه رياضيه علميه كتعطي هاد الشيء هذا. وهذا الكتاب هذا كاين واحد الطبعه اولى وكاين واحد الطبعه واحده اخرى. دابا هذا واحد الكتاب حتى من بعد نقول لكم نشوفوا واش من عام اصدر في الثمانينات اعتقد. وكاينه واحد الصوره والله اعلم هنايا بانه قدم صاحب الجلاله المغفور له الحسن الثاني في شي مناسبه. ايوا بلادنا غزاله، وحب الوطن من الايمان، والايمان مع صاحبه في الجنه. ولكني كيف ما قال الامام الشافعي: فانصب فان لذيذ العيش في النصب. الانسان كل واحد فين كتب له الله الاستقرار والسعاده والرخاء والهناء والطمانينه وراحه البال. les éléments de remplissage. هذا ديك القبص. هذا عاود كانوا كيجيو بعض اليد العامله من فاس ومن الصحراء ومن الناحيه الرشيديه اللي كانوا كيخدموا عندنا حنايا في تطوان وفي شي فيلات تبناو في لا كاليغرافي. هنايا باش نوقفوا واحد وقفه تامل، لان لا كاليغرافي كثيرا ما ذكرت في عده ابيات شعريه. هذه بركة محمد كنلقاوها في جميع المساجد. هذه كذلك. هذه واحد السمعة كاينة عندنا حنا في المغرب. هانتوما الكاليغرافي أغرب، الخط العربي. وداك النهار ملي كنت في أيام رمضان في المغرب كانت واحد المحاضرة على تاريخ المصحف الشريف المخطوط في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين، وجابوا واحد العدد كبير من المخطوطات، ومن بينهم واحد المخطوط كتب عليه كلام قديم لا يمسه إلا المطهرون. كلام قديم لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن ما شاء الله كلام الله. هذا مكتوبة: العز لمولانا السلطان ناصر الدنيا والدين. نعم، جلالتنا محمد السادس حفظه الله ورعاه، ورحم الله من كان يهتم به بالمملكة وجعل منها مملكة 1,000,000 هكتار، ومملكة تعرف إنشاء عدد كبير من المدارس العليا، بما في ذلك المدرسة العليا للأساتذة، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الحسنية بالدار البيضاء، المدرسة العسكرية للطيران بمراكش، المدرسة العسكرية بمكناس، القرويين مدينة فاس. ما شاء الله ما شاء الله. وسمحوا لي، هذا المؤلف هذا عنده بزاف ديال الكتب. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد غادي نتصفح الجزء الثاني. هذا وقيلا غنكمل لكم وصافي باش تعرفوا شنو كاين. لي تكنيك، التقنيات: لا تير، لا بيير، الجبس، لو بوا، لو ميتال، لو الى لوميير. ايوا لو وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولا لوميير: الله نور الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها الزليت. هانتينا على خاطرك استاذ.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ودابا الليد هاد العام دابا ولاو الليد دابا مبقاتش المصباح في زجاجة. دابا هاد الزليزي هذا باش يولي زليزي خصو 4 سنين التكوين ما شاء الله. ايوا سمحوا لي لا طولت عليكم، ولكني ما يعجبنيش نعمل هاد الشيء ناقص. هانتوما ها القطع ديال الزليز كيفاش كتكون وكيفاش كتولي وكيفاش كتصبح. هذا علم، هذا بحر هذا. ايوا صدق من قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي آية أخرى وفي مقولة أخرى علمت شيئا وغابت عنك أشياء. شوف شوف شوف. وتطوان راها مصنفة من طرف المؤسسة العالمية والمنظمة ديال اليونسكو بأنها تراث عالمي، وكان ذلك عام 1997. هذه معروفة هذه عاد. غتصبروا معايا واحد، غادي نمشيو نتمعنوا فيها شويه. هادشي كنلقاوه الحمد لله في المساجد وسبحان الله العظيم المساجد ديال المملكه المغربيه كامله معلم مولاي حفيظ. مولاي حفيظ هذا مولاي معنى انه شريف، معنى ان النسب ديالو كيوصل الى فاطمه الزهراء رضي الله عنها. هذه الاعمده لي كولون السواري. ايوا المهم ما غاديش نتصفح الجزء الثاني لان حنا ملازمين باداء وظيفتنا ومهمتنا، ما باقيش بزاف. تصبروا معايا واحد 5 دقائق او اقل. الله يرضى عليكم. ايوا المهم الدل على الخير كفاعله، واللي شاف هذا الفيديو وعجبه يصيفطوا للناس اللي كيهتموا بهذا الميدان هذا. والمؤلف عنده كتب اخرى، عنده واحد الكتاب على الفندق المامونيه، عنده واحد الكتاب عاود كاملين على الهندسه المغربيه. فهمتوا؟ ايوا سيدي مزيان، نتمناو هذا الشيء يعجبكم. ايوا سيدي خصكم تعرفوا بان اغلى لي زليج دو تطوان وما اجملها كمدينه، مدينه ولدت بها وترعرعت بها ودرست بمدرسه باب النوادر التي تسمى ابن رشد حاليا. وابن رشد من علماء وادباء وفلاسفه الاندلس. ومن بعد مشيت قريت في الشريف الادريسي، وكنا عرفنا الطاهر بن جلون لأن هو كان قرر تما في الشريف الإدريسي. وما شاء الله من بعد قرينا في كلية ديال جامعة كلية العلوم في تطوان في الفوج الثاني ديالها، جامعة سيدي محمد بن عبد الله علا بن عبد الله. وكانت تبع فاس طبعا. وفاس تما كاينة جامعة القرويين اللي هي أول جامعة في العالم، ولكن قرينا عامين وجمعنا حويجاتنا وجينا قرينا هنايا في فرنسا، وما زلنا من أبناء هذا البلد والحمد لله.
اندمجنا مع المجتمع وسكننا في لا ميزون دي ماروك. والمعلم الحاج إدريس الملوكي. هادي كيقول لك لي سول الأراضي ديال المساجد يلي ما كافي زيت ولا نجارة يبقى المعلم بلا إجارة. المعلم بودينا أسيدي طابو رجلينا، أسيدي طابو رجلينا. هادي أمثال اللي كانوا كيذكروها العمال والصناع. لأن واحد الولد صديقي كان مستخدم في النبيذ كيقطع العنب في واحد المزرعة في إنجلترا، وكان ديك العمل شاق. ايوا جا هو كان كيقول بواحد المثل معروف: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ايوا هو حين كان كيخدم كان كيقولها بالإنجليزي: when did you Islam people house mother born them free. ايوا حقيقة أن الإنسان ولد حرا وخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يلبس شيئا ولا يعرف شيئا، فيتمدرس ويذهب إلى المدرسة ويتعلم ويذهب إلى الإعدادي، ينتقل وكيجوز امتحان الالتحاق كيطلع للإعدادي، ومن ثم كيطلع للثانوي، من ثم كيتوجه إما علمي وإما أدبي أو تقني. ايوا سيدي لو ديس، ما عرفتش شنو هادي لو ديس. ايوا سيدي ما غنعرفوش كلشي، انا هادشي ماشي الدومين ديالي، انا غير واحد السيد وصاني قال لي يعجبني العدد اللي كيتكلم على الزليج. ايوا سيدي انت شفتي العدد اللي كيتكلم على الزليج هو العدد رقم 1، وان شاء الله كون مأكد بانني غادي نحصل لك عليه وغادي تستافد منه، ويكون عندك في المكتبة ديالك الخاصة وفي المتحف اللي عندك في مدينة تطوان، مدينة الحمامة البيضاء، مدينة تعتبر بنت غناطة وأخت صغيرة لمدينة فاس العامرة. هذا سيدي العدد الأول. العدد الثاني هو هذا، غنشوفوه علاش كيتكلم بسرعة. ايوا لو ماروك الارتيزانا اسلاميك دون لاركتيكتور. هذا العدد الثاني. بسم الله. السومير كذا الحجار والقبش والخشب والحديد والماء والإنارة. tableau des dynasties, repères, bibliographie, lieu à visiter, glossaire. ايوا باش نتصفحوا لكم غير هكذا وصافي، لان ما خصنيش هانتوما مثال. ايوا السادات، يومكم مبارك سعيد، مع السلامة.